أعزائي المشاهدين، أهلا فيكم في هذه الحلقة من برنامجكم الدهريز. واليوم حلقتنا مع أخونا الفاضل طاهر النجادة، الفنان وشاعر التراث. موضوعنا اليوم إن شاء الله عن الحياة اليومية في البيت الكويتي بأيام زمان، وأجزاء البيت الكويتي والأشياء اللي تدش بالبيت الكويتي. حياك الله اخوي ابو بدر. الله يحييك اخوي ابو محمد. الله يسلمك ويبارك فيك. الحقيقه انت يعني فعلا قاعد ترجعنا للايام الحلوه الطيبه الله. اللي عاشها الاباء والاجداد. اقول والله انت اللي ترجعنا ما شاء في الله. ذاك الوقت الطيب الله. اللي الحين بالفعل ما نلقاه، ولكن بدل ما انا اكلمك راح اسرد هذه القصيده وابين لك فيها ما هو البيت القديم الأولي، بيت الآباء والأجداد، الحياة شنو هي؟ شنو كان فيه مكوناته؟ منها الاحترام، نعم، منها الطاعة، هالبيت صغير مدرسة يعتبر. الحياة هذه شنو كانت؟ الله. وشنو كان هذا البيت؟ فخلنا نسمع هذه القصيدة. وصبرهم على اللي الله قسم لهم من هالعيشة، والله عطاهم الحمد لله. اي نعم، اي والحمد لله. الحمد لله. هذه سميتها أنا نفحة من التراث. الله. وأحسن من التراث الأولي ماكو. أقول يا نفحة أهلي وأجدادي، يا نفحة أهلي وأجدادي، ويا فخري ورمزي لأحفادي، يا نسمة روحي يا بلادي، أحبك ديرتي يا كويت. الله. أحب كل ذرة من برك، وأحب كل قطرة من بحرك. الله. أعيش بغبارك وحرك، وأنا قابل فلا مليت. سموم القيض سموم القيض ما همني، ولا الحرورة تحرقني، ولا وبصدق لك أبني، ولا لغيرك أنا تمنيت. وكاس الصيف لما يهب الرطوبة عليه نطب الخلال. وكاس الصيف لما يهب والرطوبة عليه نطب الخلال يصفر ويرطب، ونالك بعد ما وفيت. وكاس الصيف لما يهب والرطوبة عليه نطب الخلال يصفر ويرطب، ونالك بعد ما وفيت. يا حلو القعدة بالليوان مع أهلي ومع الجيران، ومكيفنا مهفة خوص، وزوالينا خلق حصران، وعريش البيت يا زينة فأنا ارتحته، وعريش البيت يا زينة فأنا ارتحته، معلقينه وملالة بسطها جدور، وسفرة خوص وغوارينه، ولا انسى ذيك، ولا انسى هذيك الدور، وديكور السقف منقور بواري وشندل وباسكيل وسيسان، كل جدار معقور. وكبرنا من سقف بالحوش، اثاث امداد وبسط مفروش، وكم مسند مع مطيرح ورمامين، والسقف منقوش، ونوم القيض على الاسطوح تقول كنه سمك مطروح. كرافي خشب مرصوصه ونسناس يهب ويروح، والرطوبة إذا هلت علينا وفرشنا بتلت، تنز بالماي وتتنقع زبن أيام من ملت. زمان أول هو ذكرانه، وبيت الطين هو ملفانه، عريش بالحوش مع الليوان، وكبر معروش مع سقانه، وجليب بالحوش مثبت عليه شندل، وحبل من ليف وبسط حليجه منزل على المحاله، يتديرف ويتسرسح مع دليون صغير مربوط يتطاطح ويتدندل، وبرشة زاد للغزال، وبرشة زاد للغسال، وللتخزين برشة ماي، وتنور للشوي والخباز والشاي، وكرسي البرمة المشبك بوسط الحوش يم لطوف
وكرسي البرمة المشبك وبوسط الحوش يم الطوفة مع الحبوب تحت الفياي، وعبارات حلوة مكتوبة ومنقوشة، وعلى الأطوف صور بروس منفوشة وقفص الطيور وغنم وصخول ودياي وبط، وبخرة الأرض طرية بماي مرشوشة. وإذا صار الغده نلتم الشقه ننساه وننسى الهم، محبة عم وبسط البيت ما بين الإخوان وخال وعم، ونمد الصماط لو الأصفر وتمر برحي وخلال أحمر ولبن خاثر وشار وعيوش ومعبوش وعداني وخضرة تتنثر. هذاك اليوم غدانا صبور شوي بالبيت وبالتنور، وبعد حفوف لو شنعد ولا ميد لو نقرور، وتشوف تنورنا يعجول وريحة السمك بالكوس تفج الأنفاس وتبط الروس، وأمي بشطة بالليوان لو بالحوش كثر ما تشتغل وتحوس، وأبوي بالليوان مرتاح متمدد ولابس وزارة المبكر ويمه منيز وأخوي محروس. ولا ننسى ذاك المحمر، ولا ننسى ذاك المحمر مع الخباط إجباري، وبعده مطبق زبيدي لو هامور وعدانية أصلي خرالي، غير المربين والمموش وبضرب الخمس حيل سماري. ولا صار المساء ولا صار المساء وقبل حول السفرة تلاقينا، عشانه بسيط تازه شرط وجزينه، عشان معروف وخفيف على المعدة ومجربينه، رقاقية وعنب خاكة خبز تنور مسمسم ومعاه رويبة وجبينه، وريوق الصبح هم له نصيب، غويري ودله معدن وصين وشاي مخدر ومهيل ويا حليب، غير الكيك المهيل ودرابيل وبعصم. شيء عجيب يا عالم، يا عالم نفحة الأول علينا حق، فلا نخليها تتحول نصون كل ذرة منها بدل ما تضيع وتتبدل. يا عالم يا عالم يا عالم يا عالم نفحة الأجداد، فخر مستقبل الماضي مع الحاضر وفخر الأحفاد. كحل العين كحل العين وتاج الراس، واللي راح من الماضي حشا لا يرجع ولا ينعاد. كحل العين وتاج الراس، واللي راح من الماضي حشا لا يرجع ولا ينعاد، حشا لا يرجع ولا ينعاد. سلامتكم. صح لسانك. الله يسلمك. والله يا ابو بدر وانت تلقي القصيده ما خليت شيء، ما شاء الله عليك. يعني هذه المفروض يصير مسلسل باللي موجود، ديكورات وشغل، كرسي البرمة على العريش على الكبر، على هذا ببيت مكان معين ويسوون فيه مسلسل. هذا الكلام هذا طبعا هذه القصيده وانت فنان المفروض يعني انت الاولى فيها. هذه ذكرتك بشغلتين وانا اسوي لك الديكور. الله يسلمك. هذه ذكرتك بشغلتين. الشغله الاولى ايام اللي احنا عشناها، طبعا احنا ما نقول مو صغار لكن مو شياب، لكن عايشنا هالايام هذه تقريبا زين. وذكرتك في شغلك اللي انت قاعد تمارسه بايدك زين، تراثك يعني التراث هذا اللي الحقيقه تستحق عليه الثناء والشكر. فهذه ايامنا الحلوه الطيبه. جزاك الله خير. والله ما خليت شيء. يعني الحوش شلون احنا الحين ما عندنا احنا يعني ما شاء الله هالاجواء هذه الحاره وبالشتاء شو يسوون؟ هالدوه تنحط بالشتاء. الحين بالصيف ذكرت انه يرشون الحوش من الجليب، ذكرت العريش، ذكرت الليوان، يعني هالاماكن اللي يقعدون فيها بالحر لبسهم يخفون باللبس، وزار على الوزار، الملابس الململ وغير هذا، المهفة الخوص، المهفة والغرف. ما عندهم لا تكييف ولا مراوح، عندهم الباقدير. والباقدير يا زينه يجيب لك يكتكت عليك الهواء هذا بعد على البحر. اي نعم. حتى اللي مو على البحر، الباقدير هذا شيء معروف في البيوت القديمه، يدور الهواء، ينزل لك الهواء، الهواء البارد الحلو. ايش زينه لا يحسون البحر. الحين لو تنطفي الكهرباء او المكيف دقائق تشوفها خلاص كل من. ابو بدر لا دشيت البيت ولا قاطي له مصبور بالتنور شاكين فيه اقول ريحه السمك والصموت باخر الفريج تشوفها. ويوزعون على جيرانهم. وغير هذا ابو محمد، اول سبوحك وين؟ في المسبح، يسمونه المسبح. من الجليب، ماي الجليب اللي هو البير زين، لان اول اجلكم الله مفصول المرحاض عن هذا. اول تلاقي يحط خصوصا اللي صار وقت المسبح عندهم بالحوش. هذا الحين مو كذي. اول هو البيت يخدمه شنو؟ مكرم السامع، حمام واحد ومسبح واحد. صح. الحين شوف كل الحين غرفه سويت يخدم وكله بضيج.
اول يخدمهم هالشيء هذا ومستانسين، والريال اذا صار عليه حر ولا رطوبه نقع هالوزار زين وانسدح في ارضيه المسبح زين وجاب لك لا وغير بالدهريز بعد في تيار اذا في فتحه فوق الباب. اي زين وجاب لك قام يزعب لك من هالماي من هالجليب هذا ويتسبح. سبحان الله بارد بالصيف. ماي خريج. اي وبارد بالصيف. اي الماي الخليج طبعا يمكن احد ما يعرف الماي الهامج. زين اي ماي بحر مثل ماي صليبي. اي مثل ماي صليبي زين وش زينه وش حالات. بهالحر كلمنا عن السطح. النوم بالسطح جبتها انت توك. اي السطح احنا طبعا الاول لما يصير في وقت الصيف يكون الحوشه صغيره صح. وخصوصا لما يكون البيت عربي، لما يكون البيت عربي اللي بينامون في الحوش يصير عليهم حر اول غرة فيصعدون فوق. يحطون كرافي خشب او فرش تتمدد يفرشونها على الاسطوح. هالدوشق هذا طبعا مثلا الواحد وزوجته يحطون لهم هالاخدار زين اللي هو مدار السرير. وهم يعزلون بالسطح بيوت الحمام. اي يعزلون يعني بعض مثلا الريايل تلاقي هو واخوه وحريمهم وعيالهم في بيت واحد. كل من له حاجز. ويخدمهم بيت واحد فيه غرفتين 3 غرف. صح. زين ما يقولون متضايقين ولا كذا، يعني واحد وزوجته بغرفه واحده. زين والثاني اخوه نفس الشيء اذا ويا اهله ويا امه زين ويخدمها اجلكم الله حمام واحد او مسبح واحد. الحين 3 4 ادوار وكل واحد له سويت جناح ويشتكون ضيج علينا زين. فاول لما يصير وقت الرطوبه والصيف الناس طبعا تفرش من المغرب تفرش فرشها. والله نذكر نفرشها وبعدين نروح علشان تبرد. تبرد يا اما الرطوبه تنزها بالرطوبه يعني تشوفها تنز من الرطوبه او يرشونها احيانا من الواهي زين وش زينها لا يخافون من مرض ولا يخافون من شيء. ولا صار الفير بعد ما يخلصون من الصلاه ردوا لهم بعد ساعه وتعالوا يطوفوا والذكي يحط حدر الطوفه عشان تظل حدر الطوفه او يحطونه في غرفه خاصه فوق السطح حق يخزنون فيها المطارح ولا هذه. لا في طبعا خدم ولا في حشم. ابو بدر تذكر نومة السطح تسمع بط عابر ولا هلوف ولا اصوات الطيور. هذه طيور الربيع. الطيور المهاجره. الديره اول كان فيها خير من هالطيور. خضريه وفيها الطيور الجارحه الحين انقرضت. هذه اول طيور. ولا البيوت مع البحر يسمعون قصاص الصخر بالهيل. اي قصاص الصخر اللي هو القاف علشان يسوون لنقع او تطقطق مع هذا شو اسمه القلاليف. ويازينها على نغمات يعني يبونها مو تقول مثلا تطقطق عشوائي. صوت الدياكه وصوت ما شاء الله شيء حركه يعني. حتى على فكره حتى الفرجان انت لما تيجي تقعد مثلا بيتك تسمع هذا صقع ديكه وهذا صقع ديكه. صوت الغنم شيء يونسك نفسيا. وانتم كرامه الحمير تنهق مالت الحماره. نعم يعني انا يذكرني زرت بعض الاماكن مثلا على سبيل المثال المملكه العربيه السعوديه
بالحسا كنت اصور، يصورون في اماكن شعبيه. إيه. زين مثل يم نخل ما نخل، تصدق انه ينشرح قلبك وانت تصور، تسمع صوت الطيور، صوت الجاتة، صوت، تحس ان انت فعلا عايش فيه، تستانس، ويضفي هذه النغمات تضفي على عملك شيء جميل جدا. هالحكي راح الحين مع الاسف. وعلى فكره الطيور والحمام والغنم ترى هذول خير، يعني انت لما تخليهم هذا كله خير وبركه زين في البيت، تستفيد منهم وتستانس ويجوا يجلبون لك الخير والبركه. ابو بدر متى بديت بالشعر؟ حبيت ما شاء الله عليك يعني توصف صدق يعني وصف كافي على اي شيء بالبيت ولا على البحر ولا؟ اي ابو محمد، احنا شوف على فكره انا يعني هذه يمكن معلومه يمكن اول مره اقولها لك، انا كل هالكلام اللي انت قاعد تسمعه وتشوفه ترى ما دشيت على جوجل ولا دشيت على موقع لا ولا كلام اصلا كلامك هذا مو موجود بالبيت. هذه عايشناها احنا. صح. يعني هذه احنا عايشناها ولمسناها. انت وثقتها بالقصايد. ونقول هالكلام من قلب، ترى نقول هالكلام من قلب. فانا بديت من يعني اواخر الستينات، بديت اكتب بعض القصائد العاطفيه البسيطه طبعا على قدنا ايام الشباب وايام مثل ما يقول المراهقه، فكنت اكتب الشغلات البسيطه. بديت بعدين اتدرج في الشغلات شبه الوطنيه، يعني بعد اقول حب الوطن هذا ما في زين. بس شنو شفت ان التراث قاعد ينطمس واحنا معايشينه. نعم. عايشنا كل ذره فيه، بيوتنا الاوليه، بحورنا، حياتنا الاوليه، حياه الاب. فبديت اسطر هذا الشيء البسيط والقليل، ما طلعت لا على كتب ولا على ما شاء الله عليك، يعني حتى بالتفاصيل واشياء بدقه كلها جبتها. الحمد لله. يعني الحمد انا لله. يمكن اطلعت على قصايدك وايد يعني ما شاء الله. وبعدين حتى ادوارك بالتمثيل نعم هم تحاول قاعد تاخذ تراث. والله ابو محمد احنا نتمنى ان توثق هذه الشغلات اللي احنا قاعد نعملها، واحنا قاعد نعملها خدمه للناس. اما هذه لازم انت، وحتى العرس الكويتي عندك بقصايد بالعرس. نعم. وبالطلاق وبالامور في نصايح في شغلات. في هذه في وعلى فكره هذا انت سمعت التراثي، انت بعد ان شاء الله في الحلقات الجايه ابي اسمعك بعض القصائد الساخره، ساخره هادفه وليس جارحه، تتعلق في البيت الكويتي. الله اكبر. الحياه اللي تصدر ما بين الشرايك والشناين في البيت الكويتي القديم. زين باسلوب وبطرافه جدا. الله. يعني هذه ناخذها، هذه توعدنا بحلقه كامله ان شاء الله بالحلقه الجايه ان شاء الله نوعدكم فيها شغلات. ما شاء الله ذكرت الكبر، الناس ما تعرف الكبر. اول استضاق على المكان سوى كبر والد بالحوش ويسويه من شنو؟ من البايبات اللي هو الخيزران. البايبات المفتوحه، المرادي بس ضعيفه. او يحطون عليها بعض السعف جدران من طين وتكون هرميه. شايف شلون؟ وجالسينها بارده. اذا هرميه ما تخر. اي الحين البعض لما تقول له شنو الكبر يا ابو محمد، مو بس الكبر، في مفردات كثيره. الكنقيه على سبيل المثال الكنقيه ما يعرفونها. وعلى فكره ترى في كبار ما يعرفون. يعني تقول شنو الكنقيه؟ هي الكنقيه عباره عن غرفه تصير ما بين الار الطابق. تطلع لها، شايف شلون؟ في وان شاء الله هذه راح يكون لنا حلقه وياك فيها إن شاء الله. بعض المفردات وبعض الامثله. وانا بخدمه الجميع يعني. ما تقصر. الله يسلمك. هم بعد ما شاء الله يستفيدون من السطح بعد، هم غير النومه، اشار والربيان. هذه مو بس الاشهار والربيان ابو محمد، انت قاعد تنبر انت. اي نعم. شوف السطح اللي سووا الاشار، جابوا الشغلات اللي هي عده الاشار. اي نعم. مع الخل مع الخل. وين يحطونه؟ يحطونه في بطول او يحطونه فخار. مسوق هذا فخار. ويغطونه ويلحمونه بسمنت. اي نعم. زين ويحطونه فوق السطح. اي نعم. او مثل ما تفضلت الربيان اللي جابوه وايد يجيبونه ينشرونه على السطح. طبعا ما يخافون من قطاوه القطو ما يوصل للسطح الا بعد ذاك من ذاك القطو اللي ينط من سطح لسطح. حق شنو؟ حق موسم الشتاء. زين بعضهم يقشرونه، بعضهم لا يخلونه بقشوره، يفوحونه وبعدين يشرونه. طبعا يفوحونه ويشرونه. غير هذا اليراد، تذكر بعد نفركه شيء ونحط رقباتنا. اليراد لا صار موسم اليراد. يشترون طبعا اليراد من اللي هو بالاخياش. طبعا الاخياش يكون فيها عقارب، يكون فيها، لان شنو هو ينزل بحفر في البران، هم يكرفونه كرف. فلما يكرفونه
احنا طبعا دشينا في موضوع ثاني، في موضوع اليراد، انت شوقتنا. فهذا يكرفونه، انت تشتري الخيشه زين وبالجدر بالجدر او شو يسمونه درام، تصير ذاك اليوم عجله في البيت، تشوف كل الاهل جايين والله بيسوون يراد، ينزلون الخيشه يفرغونها في هذا الماء اللي يغلي، وتشم ريحه هالماء كأنك قاعد تشم ريحه ماء حلوه ولا المكن ايش حلوه. ياخذون اليراد طبعا وايد، ياكلون اللي ياكلون منه، والباقي مثل ما تفضلت يشيلونه فوق لدوره سنه ترى. زين لدوره سنه. الياهال مثلنا احنا نركض مثلا من المقابر في البرايح، كل واحد عنده اسعفه ويطق فيها يطق فيها اليراد ويحط فيها الشويسات. زين ونرجع البيت ومستانسين ويازينها، وقبل لا يجي اليراد يطالعون بالسماء، يسوي كذي، اوه ترى هذه عين الشمس متروسه، وفعلا عين الشمس يقول لك ترى في يراد يانا. الحين مع الاسف انقضى عليه، الحين بيني وبينك الناس قاعده تاكله حتى لو مسمم. اول حتى الطير احنا اللي صدناه نشوي بمكان الزرازير بس تذكره وشون نحلله اول الطير يمصعون رقبته، ما حد قال لنا هذا حرام لا يعني على نياتنا، بس اول مثل ما تفضلت يعني، اول الطيور شزينها الطيور اول خصوصا حق الشوي. سوينا شوي ولا حماس؟ شوي او حماسي، خصوصا الزرازير. طبعا اليرح قليل ما نستخدمهم، والله ناكلهم اول. اي لا بس يعني اكثر شيء الزرازير اللي عندك من السمن، ديايه العدي. الله زين اول تجي البيت ولا بالليوان هالمرده منطق من اليوم لا يعني يطلع. يعني هذه الطيور اللي تحس فيها خصوصا لما يصير في موسمها تحس فيها لحم. بعضهم يطبخون يسوون عليها طبخ عيوش، يسوون عليها عيوش. ايام حلوه، الحين انقرضت. الحين من ياكل طيور يصيدون، ما الحين يطقها بالشوزن ويتنتف. حتى انت الحين تشفق انك تشوف لك طير يارح، ما عدا هالبلبول تشوفه فوق الانخلا، وهذا هبابه يصفر وهذا وبس. ما نصيد الحين مع الاسف. الله يزين البيت اللي دشيته اول، ريحه هالنقارير وريحه هالصبور وهالميد على التاوه. والزرزور على فكره يعني يقال مقوله ان الزرزور ترى زرزور ذكي. يقولون ان امه تقول له هذا الزرزور، تقول له دير بالك يا وليدي من بني ادم، من الانسان، ترى اذا كندس قال لها ادري بيشيل الصخره ويطقني فيها. طبعا على فكره الزرزور ترى هم مو سهل، الزرزور بالذات اللي ما يجاري ويا هذا ما يقارب ويا بني ادم، يعني لما تطوف يطير. نعم. ابو بدر جزاك الله خير، ما قصرت على هالقصيده وهالسوالف، وان شاء الله نبي منك اكثر واكثر بعد. وانا بخدمتكم جزاك الله خير، ما تقصر. اعزائي المشاهدين، الى هنا قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، ونشكر اخونا طاهر النجاده الشاعر التراثي والفنان على ما قدم لنا، وان شاء الله نلتقي وياكم حلقات اخرى من برنامجكم الدهريز، وحياكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.